ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هقول لك عن كام نوع كريم لازم يكون موجود في بيتك يا ست الكل في اي وقت ولاي طهور. فيلا بينا من بعض نعرف وزي ما متفقين وزي ما متعودين هاتي مشروبك المفضل ويلا بينا نعرف ايه هما انواع الكريمات. اول كريم لازم يكون عندك هو بيتا ديرم، وهنا محتاجين نفرق بين حاجتين، بين بيتا ديرم المرهم وبين بيتا ديرم الكريم. هنحتاج ان احنا نستغنى عن المايك دلوقتي عشان نعرف نفرق بين الاتنين. ده بيتا ديرم الكريم وده بيتا ديرم المرهم. الاتنين ما يفرقوش عن بعض، الاتنين ما يفرقوش عن بعض اي حاجة خالص، بس في ناس بتستلطف المرهم اكتر وفي ناس بتستلطف الكريم اكتر، لكن الاتنين ما يقولوش اهمية عن بعض تماما. الفرق بينهم ان ده كريم، ده قصدي مرهم عادي زيه زي اي مرهم، ما يفرقش عنه حاجة، وده كريم فبيبقى ملمسه ابسط شوية على الجسم، فده كريم وده مرهم. الاتنين ما بيفرقوش حاجة عن بعض، هاتي اللي يناسبك وهاتي المتوفر. أغلب الصيدليات دلوقتي ما بيكونش متوفر فيها المرهم، بيبقى متوفر فيها الكريم بس، فما فرقتش أي حاجة، هاتي أي نوع منهم سواء المرهم أو سواء الكريم. النوع التاني وهو مرهم للحروق، ميلو أو ميبو، الاتنين نفس الكفاءة ونفس كل حاجة فيهم، ما فرقتش أي حاجة عن بعض. الفرق بس إن ميبو ما بقاش متوفر كتير ومش كل الصيدليات بتوفر ميبو، فالبديل بتاع ميبو بالظبط هو ميلو. ميلو أنا بستخدمه بقالي كتير قوي، حتى هو ميت 7000 مرة وعندي لسه واحدة لسه جايباها جديدة، فالاتنين مفيش فرق بينهم خالص. ميبو هو ميلو بالظبط، فالاتنين واحد مفيش فرق بينهم، فرق بس اللي متوفر قدامك واللي موجود في الصيدلية هو اللي هتيه. الاتنين زي بعض والاتنين بتهيألي برضو سعرهم مقارب لبعض. لقيتي ميبو اوكي، لقيتي ميلو اوكي، مفيش اي مشكلة. ده لازم يكون موجود في بيتك يا ست الكل اي طوارئ. المرهم بتاع الحروق مش بس للحروق، هو بينفع لكل حاجة، لو انت بتعملي ليزر، لو بعد الشر حصل اي حاجة في اي وقت طوارئ. وعايزة اقول لكم كمان في استخدامات كتير قوي للمراهم دي للبشرة والجسم، احنا بجد ما نعرفش عنها اي حاجة خالص. بعد كده لازم يكون عندك برضو مرطب للجسم، لأي حاجة، مرطب شفايف، مرطب ايد، مرطب رجل، مرطب جسم، مرطب لأي حاجة خفيف وما فيهوش ريحة، هو بنسينول. بنسينول مش هبدأ بنسينول، بنسينول. بنسينول ده بنسينول مرطب عام لكل حاجة، غير هبدأ بنسينول ده بيبقى مخصص لأماكن معينة، الإيد، الرجل، الركب. حتة بنسينول 2%، بنسينول بس مش أي نوع تاني، بنسينول ده 2%، فأخف كتير وينفع مرطب لكل حتة في الجسم، كل حتة حرفيا ممكن تستخدمينها ده لأن ما فيهوش ريحة وخفيف. ففرقي بين إن أنت يبقى عندك مرطب عام لكل أماكن الجسم وبين إن أنت عندك مرطب لأماكن معينة. بعد كده طوارئ لأي حاجة، وقعتي وانت ماشية، وقعتي وانت واقفة، وقعتي وانت قاعدة، وقعتي بشكل عام في أي حاجة وفي أي حتة، ايدك اتمزقت، حصل أي طوارئ، لازم يبقى عندنا أي حاجة تخص العظام. وهنا أنا بتكلم عن فولتارين، لأن فولتارين عامة أرخص نوع كريم حلو، بيعالج وبيمشي معاكي وبيخلي الدنيا سلسة جدا. ففولتارين مهم يكون عندك اي نوع مرهم من مراهم العظام، بس انا كلامي في الفيديو ده بالذات عن فولتارين لان هو تبع السلسله اللي احنا بنتكلم فيها، ولانه خفيف ولازم يكون متواجد عندك. فحاجه لو فاتتك، لا انا بفكرك، اعتبريني ريمايندر، بفكرك وبقولك انك لازم يكون عندك متوفر كريم للعظام، عشان بعد الشر لو حصل اي حاجه ليكي او حصل اي حاجه لاي حد عندك في البيت لازم يكون عندك اسعافات اوليه. اللي بعده حبيبنا بتاع آثار الحبوب، اللي أنا ما باعرفش أقول اسمه أهو. ده أنا كنت متكلمة عنه إن هو خطير في آثار الحبوب. بصوا لو خدتوا بالكم إن أنا كنت متكلمة عن واحد خلصان ودي مقفولة لسه جديدة ما استخدمتش منها غير جاي استخدام بس. ده يا جماعة أنا ما بستغناش عنه حرفيا لكل حاجة. آثار حبوب بيخفيها لي، آثار جروح بيخفيها لي، أي آثار في الدنيا
بيخفيها. فده تحفة ولازم يكون موجود عندك وفي بيتك وفي شنطة الإسعافات الأولية بتاعتنا لأي آثار. على فكرة أنا ساعات بستخدمه للحبوب وبرضه بيموتها عادي جدا. بستخدمها لأي آثار في جسمك، لو آثار حروق بعد ما نعالجها بالميلو نحط عليها، ده هيشيلك آثار الحروق خالص. آثار لسع بعد الشر، لو عندك أي خياطة في جسمك أو أي حاجة عليكي وعلى ده بجد هيموتها لك خالص. آخر حاجة وحبيبي طبعا ولازم يكون متواجد عندنا في نفس شنطة الإسعافات الأولية هو فيوسيدين. فيوسيدين أو فيساكورت، أي واحد منهم، برضو الاتنين ما يختلفوش عن بعض حاجة. الاتنين مضاد حيوي بسرعة للجلد. يعني أنا بقول ليه مضاد حيوي بسرعة، لأن هو أكتر مضاد حيوي ملطف للجلد ومنقذ بالنسبة لي. اي حاجه برضو اتلسعتي اتعورتي وقعتي اتخبطتي عايزه اي حاجه تحطيها بسرعه على جلدك، فهو هيبقى لحظه، هو هيبقى فيوسيدين. فبرضو مهم يكون متواجد عندك اي حاجه مضاد حيوي سريع زي كده، سواء هيكون عندك فيوسيدين ده او في ساكورت اخوه بس مرسوم عليه هنا حاجه كده، هو نفس الحاجه دي بس التاني في لاين تاني. انا مش لاقيه من عندي، ظاهر ان هو خلص، فبس متواجد عندي فيوسيدين. ف أي واحد منهم المهم إن لازم يكون متواجد عندك حاجة منهم، يا إما في سوزين أو في ساكورت. كده احنا خلصنا شنطة الإسعافات الأولية، والشنطة دي لازم تكون متواجدة عندك في البيت لأي طوارئ بعد الشر أو لأي حاجة، حباية واقعة رافعة أي حاجة لازم يكون عندك الشنطة دي. حاولت اجمع فيها اغلب المراهم او اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندك. فلازم يكون عندك الباك دي وموجود فيها كل الحاجات دي. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتردوا على السؤال اللي بينزل تحت الفيديو عن توقعنا للفيديو الجاي. اشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي.